السلام عليكم متابعي القناة الكرام. شكرا لكم لكل دعم وكل تعاليق زوينة اللي خليتوها في الفيديوهات الأخيرة، وإن شاء الله غادي نتلاقاو دابا مع واحد القصة جديدة. القصة اللي عودتها لنا سمية مزوجة هذه 6 سنين. كان أول إنسان كتعرف عليه، أول إنسان كيدخل حياتها، كتقول بلا هاد الإنسان هذا اللي تعرفت عليه كان الطباع ديالو شويه انسان ناشف قاصح، ما كيبينش ديك الرومانسيه، ما كيجيبش الكادوات، ما يقولش الهضره الزوينه، ولكن مع ذلك بغاتو لانه كان الانسان الوحيد اللي في حياتها. موراها بواحد المده جا دخل الدار من بابها، تقدم ليها وتزوجوا. غادا الحياه كتمشي نهار بنهار، شهر بشهر، سنه بسنه، ولدوا زوج ديال الوليدات. كانت دائما كتحاول انها تغير من هذا الانسان الاحسن، دائما كتحاول دير ما في امكانها انها الحياه الزوجيه تستمر. راجلها موظف في واحد الشركه، والصالير ديالو صالير اللي مزيان اللي كيخليهم يعيشوا واحد العيشه اللي مرتاحه نسبيا. ومع ذلك هي كانت كتمارس في الدار الهوايه ديالها ديال الطبخ. مع المده ولات ديك الهوايه بحال كدير لها تسويق، ولات كتعرف شويه بشويه، حتى ولات عندها واحد الصفحه في الفيسبوك من خلالها كيعرفوها الناس، ومن خلالها كتقدم، حتى دارت صفحه ديال الانستغرام، وحتى وهي كتعرف اكثر، حتى ولات كدير الطبخ في الدار، كتصاوب وصفات للناس اللي كيطلبوها، والوصفات ديالها ولات كتخلص عليهم مزيان. كدير الشهيوات البلديين اللي بزاف الناس كيكونوا محتاجين انهم ياكلوهم، انهم ياخذوهم عند شي انسانه اللي كتكون ثقه، شي حاجه ديال الدار نقيه ولذيذه في نفس الوقت. مثلا كدير كسكسو، كدير فيسا بريستيج، كسكسو بريستيج، الحمام معمر، الصفه مردومه بالحمام. هادو هما الوصفات اللي كتبين لك كتبدع فيهم، عاد على الحوت معمر، بسطيلات الدجاج، بسطيلات الحوت، بسطيلات الحمام، اي حاجه بلديه الا وتعلمت لها من الام ديالها في الاصل، اللي كان الاصل ديالها فاسي، وكان كتعرف لهاد الشيء مزيان وكتصرعو. تعلمات الطبخ ولا هذاك واحد المصدر ديال الرزق ديالها، ولا كيضر على واحد الدخل اللي هو كبير بزاف، ولات كتعاون في الدار بواحد الشكل اللي هو كبير. كتشري ديك الكماليات ديال الدار، مثلا كتفرش الفراش، تبدل الفراش ديال الدار، هادو طليمطات، هذه ثلاجه، هذه ماكينه الصابون، وما حتى انها ما كتحاولش انها تجمع اللي طاحت في يديها الا وكتصرفها. كيسافروا ما كيخليو حتى شي بلاصه، المهم ما كتبخلش لا على راسها ولا على دارها ولا على رجلها ولا على وليداتها. الراجل هو بشويه بشويه بحال بدا كيخفف يدو من المصروف، كيلوح عليها شحال من حاجه من حاجه، وهي ما كتهضرش. غالبا راه ملي كطيب شي حاجه اللي كتكون الطلبيات اللي عندها كطيب، وفي نفس الوقت كدير بحساب الدار. مثلا تقريبا راه يوميا عندها طلبيات اللي كديرهم، فاكيد كتخلي شي حاجه للدار، مثلا الغداء ولا هذا عشاء. بعض المرات كدير لي كاطو اللي كيكونوا ديال عيد الميلاد مثلا، ولا ديال الحفلات ولا المناسبات، كتخلي منهم، واكيد كيتنفعوا بهم. وفي نفس الوقت الراجل اللي هو الزوج اكيد راه كيقتصد في الفلوس اكثر واكثر. ومع المده ومع الوقت داك الانسان داك البارد الجامد اللي ما كتبغي تسمع منه هذيك الكلمه الزوينه ديال تبارك الله عليك، الله يرضي عليك، شكرا لله يخطيك، ديك الكلمه اللي كتبغي الزوجه تسمعها، ولو راه عارفه كدير داكشي ديالها واجب عليها. ولكن المراه ديما بحال ديك النبته اللي كتبغي تسقى، داك الكلمات الشكر، ولا داك الكلمات المديح، ولا ديك الكلمات الغزل كتكون بمثابه داك الماء اللي كتسقي به ديك النبته باش كتكبر وكتينع وكتعطي داك البذور ديالها وديك الازهار ديالها. ولكن دائما هو قاصح وناشف، وما كتسمعيش منه الكلمات الزوينه ولا الكلمات الشكر، ولا حتى ولو غير ديك الشوفه مثلا، كيشوفك وكتحسي به بالله عجبو ديك الحاجه اللي كديريها، ولا انه ممتن ليك لداكشي اللي كديريه، مقابله الدار، مقابله الوليدات، ومعاوناه في المعيشه وبالكثره. سميه في المده الاخيره ولات كتحس بلا راجلها اللي هو نور الدين بحال بدا كيتبدل معاه. هو صعيب انها تعرف داك الانسان واش تبدل ولا لا، لانه هو دائما ما كيبينش حاجه زوينه. مثلا يعني هو عادي، بحال داك الانسان جامد، ما عندوش ردود الافعال. مثلا ما كتشوفيش فرح لا مثلا وجدات له شي شهوه زوينه، مثلا
كيبتسم، لا قالت لي شي كلمه زوينه، ديما نفس داك الوجه ديالو هو الملامح ديالو هي كيدخل في الوقت كيخرج في الوقت، ما عندوش ديك المفاجآت زوينه لا ليها لا للوليدات. ولكن مع ذلك المراه واخا تكلخت هي كتحس ملي كتدخل شي حاجه للدار، وملي كتكون شي حاجه ما هياش. المراه اللي ما كتحش راه ماشي مراه، راه تمشي تقلب على قبر دفن راسها فيه، حسات شي حاجه ماشي هي هذيك. واخا وسط المشغوليات ديالها ديال الحياه، الوليدات اللي باقيين صغار، راه عندها بنيته عندها 4 سنين وبنيته باقي يلاه عندها عام و6 شهور، جوج ديال البنيتات تبارك الله. ومع ذلك شي احساس غريب، واخا راه كيدخل في الوقت وكيرجع في الوقت، ولكن اللي خلاها كتحس هو دوك قوه لي زابيل وقوه لي ميساج. هو اللي عارف على نور الدين انه النوع اللي ما كيستعملش التليفون بزاف، الوقت اللي كيدخل داك النوع اللي كيخدم غا القنوات الرياضيه وكيبقى كيتفرج. ولكن تقريبا شي شهرين دابا ملي كيدخل التلفازه راه خدامه، ولكن التليفون في يديه ما كيطلقوش. مره كتسمع ميساج، ملي كتجي شي ابل كيخرج لدرجه انه كيخرج من الدار كيهبط لتحت شويه وعاوتاني كيرجع. وهذا الشيء انتبهت لي انه كيتكرر بزاف، او قاعد لي زابيل ديما تقريبا في نفس الوقت ملي كيجي فيه شكون هذا اللي كيعيط هاد الوقيته، هو كيهبط غالبا ملي كان كيهضر مع شي صاحبو مثلا ولا شي حد من العائله، راه كيجاوبو في الدار ولا غادي يخرج، ولا او موان بغيتيش صداع ديال الدراري ولا تبعد عليهم، خرج البالكون سد عليك الباب وهضر ودخل لبيتك وهضر. ولكن داك الخروج ديالو بزاف هو اللي دخل لها الشك. اشنو غدير؟ سولات واحد صاحبتها كانت كتعرفها اللي خدامه في لانفورماتيك، سولاتها قالت لها شوفي راه سميتو كنشك في شي لعيبه ماشي هي هذيك، وبغيت شي حاجه الا كتعرفي شي تطبيق ولا كتعرفي شي طريقه نقدر نعرف بها، فهمتي؟ غير نتاكد، هي ماشي شي حاجه 100% ولكن غير نتاكد نحيد الشك. ورات السيده واحد التطبيق اللي دارتو ماشي كيسجل المكالمات، لا كيسجل غير الارقام ديال المكالمات الوارده واللي كتدخل واللي كتخرج، وكيعطيك حتى الارقام اشنو هي الرقم بالضبط، مثلا 06 كذا 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 ولا 05 كذا كذا. المهم كيعطيك شنو هو الرقم والابيل وشحال كان في ديك الابيل. هذا هو التطبيق. المهم دارت داك التطبيق، مره كتفكروا مره لا، ولاحظت مع المده بلا كاين واحد الرقم اللي كيتكرر بزاف، وداك الرقم اللي كان مجهول بالنسبه لها ما كتعرفوش، ماشي ديال شي واحد من العائله لا ديال خوتو، غالبا ماشي حتى ديال صحابو، ولكن داك الرقم مؤخرا الشهر الاخر راه بزاف ديما. ولاحظت حتى بلا المده ديال الهضره طويله، بعض المرات 15 دقيقه 20 دقيقة 30 دقيقة، وبعض المرات في الليل فاش هي كتكون ناعسة لأنها كاسية بالخدمة ديال النهار، والدريات اللي وحدة صغيرة راه كتفيق لها بكري كتنعس بكري. كاينين دي زابيل اللي كيكونوا منوره ما كتنعس. هنا بدا كيدخل لها الشك. عاود جات واحد المده، كانت واحد المده ديال راس العام وكانوا عندها لي كاطو والحلويات وداك الشيء بزاف ديال لي كليون، كانت مشغوله ديك الوقت ثاني تشغلات نسات ثاني ديك القضيه، صافات ديك الوقيته وداك الخدمه وديك الروينه عندها، رجعات ثاني كتبقشش في داك التسجيل داك التطبيق، حتى كتلقى راه ثاني باقي نفس داك الرقم كيتكرر بزاف. صافي هنا ما بقى لا والو، غادي تاكد بحال باقي لها غير داك 1% وغادي تاكد من داك الشك ديالها. واحد المره لقات فرصه ان تاخذ التليفون ديالهم اللي كان كيدوش، والواعره ان التليفون ديالو ما دايرش ليه الكود. خدات التليفون قلبات فيه ما لقاتش داك الرقم ما عندوش الاثار، ما كاين لا ميساجات، ما كاين لا اتصالات لا والو، حتى الرقم ما بقيتش عنده في التليفون بتسميه والو ما كاينش. وهذا الشيء دخل لها الشك، كيفاش هي كيوصلوها بلا كاين اتصالات لا من ديك الرقم ليه ولا منه، وما كاينش عنده ما مدخلوش. راه شي انسان اللي كيعيط لك بهذه الصوره هذه اكيد راه غيكون شي انسان اللي مهم، والانسان المهم راه كتدخل السميه ديال الرقم ديالو باش كتعرفوا شكون اللي كيعيط لك، والرقم ما داخلش. بقات حتى واحد النهار اللي كان نهار الحد، هو ما خدامش ديك الوقيته، كانت سالات خدمتها هي يلا دفعت واحد الكوموند، جا السيد مولاها خداها جالسه يلا نعسات البنيته الصغيره الاخرى جالسه كتلعب قدامهم وكتفرج في التلفازه. شويه حتى ناض هو بغى يمشي يجيب واحد الصخره خاصه للدار،
خرج هز معاه التليفون ديالو وخرج. المهم ديك الصخره ما بعيداش بزاف، غير شي محلات قراب غادي يجيبها وغيجي. خرج السيد تعطل تقريبا، بقى واحد 30 دقيقه، عاد رجع في ديك الوقيته اللي كان خارج فيها. حتى قلبت داك التطبيق كتلقى ابل خارجه من عنده هو فيها 20 دقيقه، يعني 20 دقيقه من ديك الخرجه اللي خرجها هو كيهضر مع داك الرقم. شويه عاد رجع للدار وهي لقات جالسه صافي حيدت داك التطبيق جالسه كتشوفو ملي غيدخل شنو رد الفعل ديالو، وكتشوف فيه ما كيبان عليه والو، السيد هو بقات كتشوف حتى هي فيه تقول دابا راه تقريبا غادا 3 شهور وهي كتقول دابا يهدي الله، دابا يبان شكون هذا اللي كيعيط ليه. ولكن صافي داك الشك تقريبا راه بدا كيتقلب اليقين وما عجباش الحال. وإلا كان كنتي باغي نيت تسحاب والطرومانسه راه في الاولى ليك لمراتك، هادشي اللي جالس مع راسها. علاش اخويا غادي تمشي تقلب على برا ومراتك ما كتقولها حتى كلمه زوينه اللي ما كتخلي ما دير على قبلك وعلى قبل بناتك وعلى قبل دارك. هي تقول صافي اليوم غادي نفرقع بوها هاد الرمانه. صافي لينا عليها حتى وقفات وهي تسولو، حطات ليه داك النمره في وجهه وهي تقول له واش كتعرف ديال من هذا الرقم. ملي وراه سالي بحال ضربو الضو ديك الساعه ويقول له لا ديال من. وهي تقول لي ياك واخا انا غندير انا وياك واحد الحاجه، انا غنصوني عليه من الرقم ديال من التليفون ديالك، وغنصونيو عليه وغنديروا الهوت بارلور، وديك الساعه قول غير الو ما تقول حتى شي حاجه اخرى ونشوفوا. في الاول ما بغاش، بدا كيقول لها لا شاد التخربيق هذا، شاد التفليه ديال الدراري الصغار، شاد الحماق، لا أنا ما نديرش هادي، علاش مين جايب هذا الرقم اصلا ديال من. خلات وهي كيعبر عليها كيطرطق كيقول لي سلام. وهي تقول ليه صافي ساليتي، وإلا كان سيدي ما كتعرفش هذا الرقم حتى دابا ما كاين والو، غادي نصوني وغادي تقول الو وصافي ونشوفوا. بقات مهم زيراتو فعلا داروا الهوت بارلور ودوزوا داك الرقم، قال الو مع قال الو ويجي واحد الصوت ديال المراه. هي تقول الو مع قال ديك الو هكا وبينه بقات تقولها وهي ضاحكه، ويبدا كيتفسف وي الو الو كيتقطع الو شكون معايا. ملي بدا كيدير هكاك بحال ديك اللي جاوبات في التليفون عاقت شي حاجه ماشي هي هذيك، هي بدا كتهضر شاد البساله هادي مالكم كتفلاو التليفون كتعيطوا الناس كتفلاو عليهم كتضحكوا عليهم. وقطعات ديك الوقيته سميه هي تلفت ليه وهي قالت لي اذا كتعرفها علاش كتقول لها راه كيقطع ولا كيقطع فين قطع اصلا، ياك انت عاد قلتي الو فين تقطع. صافي بدات مخاصمه هي وياه كلمه منه كلمه منها، انت ما كتثيقيش وليتي راه كتخربقي منين جبتي هاد الهضره. هي كتقول له انت في راسك العجينه مادام كدير هكا. المهم ناض داك الصداع كبر داك الصداع، هزات الوليدات خرجت في حالاتها طلع عليها الدم. صافي وصلت لواحد الدرجه انها ما عجبهاش الحال ما تقبلاش داكشي وبغات تكبر داك الموضوع، بغات توصلوا للعائله. وفعلا كلشي العائله ساقوا الخبر. هزات سميه بنياتها ومشات لدارهم عاودت ليهم شنو كاين، راه الراجل راه كيعرف شي وحده راه حصلت عليه. والديها امها بدات كتخاصم ما عجبهاش الحال، ولكن باها كيقول لها دير عقلك شاد التفليه ديال الدراري الصغار، هادشي تابعين ليا داك الانترنت ولا سميتو خرج عليكم يخرج لكم العقل، والراجل معقول وانتي تابعاه وانتي واش كتقلبي على خلا دارك. المهم ما عجبوش الحال جا معاه. اما ما جات منها فكرت بالعقليه ديال المراه. داز تقريبا واحد النهار اتصلت بهذيك السيده نيت في النمره ديالها، ومنين جابت النمره ديالها اكيد غيكون هو اللي عطاها ليها. اتصلت بها وبدات كتهضر معاه في الاول بحال كتنصحها كتقول لها شوفي اختي انا راجلك راه ما بيني وبينه والو، انا راجلك راه غا خدامه معاه، حتى انا راني مزوجه وحتى انا بوليداتي وانا ما نبغيش نخسر لكم نفرتك لكم العش ديالكم كيما انا ما نبغيش اللي يفرتك ليا العش ديالي، وراك غلطه حنا ما بيناتنا والو، حنا بيناتنا غير الخدمه، وانا اللي كنت كنهضر معاه راه كنهضروا في الخدمه، ولا كان كيهضر معايا راه كيحترمني وانا راه عارفاه مزوج. المهم كدور لها من هنا من هنا من هنا وبحال ولات هي زعما كتوعيها وكتقول لها حافظي على الدار ديالك وحافظي على الشمل ديالك، انت يا والده معاه وبيناتكم الوليدات وفي نور ديال راه راجل معقول وانا كنعرفو. وهادي من هنا هادي منا بقات كتسمع عليها حتى هي بحال بغات تحط لها كاع داكشي اللي في المزيوده. خلاتها ثاني كملت كلامها وهي السيده تتقلبات ثاني وهي تقول لها وشوفي حتى انا راه شحال كنحصل على راجلي ومانيش درت ليه، ما
ما كنجبدش الصداع، محافظه على داري، محافظه على وليداتي. ايوا راه هكا خص يديروا عيالات الحراس، ماشي غير تسمعي شي حاجه ونوضي هكا تجبدي الصداع وتخرجي من دارك وهي تقول مع راسها اييه هادشي كاع قالوا لها راه خرجت من دارها. واخا هي تقول لها شوفي اختي، الا كنتي انتي وراجلك كتفلاو وكتغدروا بعضياتكم انا مالي، انا مالي اختي. واصلا ملي عرفتي هادشي كامل وشكون عطاك النمره ديالي اللي كتهضري معايا في الخصوصيات ديالي انا وراجلي؟ وهي تقول لها شوفي انا اختي راه ما بيناتنا حتى شي حاجه، راه ما كنعرفو ما كيعرفني. ثاني قلبت لها الهضره، قطعات معاها ثاني بعد الهضره بزاف اللي كتنفخ الراس. رجع الراجل ديك الساعه جا عندهم للدار ملي كان باها كاين في الدار بعد ما جا من المحل ديالو، وجلسوا مجموعين كيهضروا وكيحلف وكيعطي لقلبو بلا ما كيعرفاش ما كتعرفوش وراه غا هي كتخربق وراه داكشي كله عاد فيا. ديك الساعه عرف علاش قال هكاك، كان عارف انه ما عندهاش مسجلاش ليه الهضره. في الاول كانت تخلع كيحسب ليه راه مسجله لهم الهضره، ولكن من بعد هي كانت فضحات راسها قالت لي راه غا في الوقت اللي كانوا كيغوسوا فيه فاش قالت لي راه غا الوقت ديال المكالمات وداك الشيء بحال فضحت راسها. اما هو كان كيحسب لي مسجله لهم الهضره. ما علينا، المهم بقى كيحلف وكيقول لهم ما بيناتنا حتى شي حاجه. السيده كتقول راه كيعرفها معرفه ديال الخدمه، وهو نكر بالمره بلا ما كيعرفها ما كتعرفو. وراه غا سميه اللي كتقلب على المشاكل ودورها لا زعما قدام دارهم بلا راه غا كتخيل وباغي تجبد صداع. وراه هي اللي هامله فيه وهامله في دارها مقابله غا داك الخدمه ديالها، وكيقول لهم انا سيدي قاد بها غتخلي ديك الخدمه تقابل دارها شويه تقابل وليداتها، كنجي كنلقى الدار مرونه ريحه الطياب ريحه هادي، تقابل غدارها صدق جابت لها الصداع حتى مع باها وخوها الكبير. ايوا والقضيه كبرات صدقوا دخلوا حتى عائله راجلها تما ولاو جايين مدخلين، والهضره من هنا والهضره من هنا والهضره كثرات. في داك الوقت سميه بقات كتبحث على ديك السيده بغات تعرفها مزيان، حتى طاحت عليها بصح لقاتها لقات الفيسبوك ديالها، لقاتها بصح راه مزوجه وكبار منها بشي 15 سنين ولا اكثر، وعندها ولادها اللي كبار. ولادها الكبار راه كيقراو في الليسي. وعاد رجعات ثاني واحد المره اخرى هضرات معاه وهددات هاد المره كاع قالت لها شوفي الا ساق راجلي الخبار ولا جلسي فكرتي تقوليها ليه ولا توصليه راه راجلك اول واحد غادي يضر، اول واحد غادي يتاذى. انا ديك الساعه راه ما نخلي شي واحد انا يفرتك ليا العش ديالي. وبقات كتهدد فيها. سميه النوع اللي اصلا ما كتبغيش الصداع كتبغيش المشاكل، كانت هانيه في حياتها حتى ولات داخله في بعبعه كبيره. راه ولات كتقول كون غنصحاب ما ندير لا تطبيق لا والو، ما نصحابش راسي غنطيح في هادشي كامل. ايوا شنو دارت ملي ولا الراجل كيقول لها انت اللي هامله الدار انت اللي هاملاني ما تبقايش على لا تخدمي، اش جالس مع راسها هي تقول مع راسها صافي انا واخا، خصوصا ملي عائلتها ضغطوا عليها وبا ضغط على والو. رجعي لدار راجلك دي وليداتك واش باغا بنياتك يكبروا بعاد على باهم، كنتي عايشه بخير وعلى خير، درتي بحال ديك الدبانه ديك النمله اللي دار لها الله الجنحين بغيتي طيري غتخرجي على راسك. والهضره الهضره ما بقاتش مرتاحه في دارهم، الهضره بالليل والنهار. حتى امها اللي كانت واقفه معاها ومساندها في الوقت ملي كثرت الهضره حتى هي ولات كتقول لها رجعي لدارك يا بنتي ونعل الشيطان دابا الله يهديه، راه شحال من راجل اللي كيفسد كاع على مراتو كتعرف وكدير عين ميكا ودير راسها ما سمعات ما شافت، ديري بحال تي هكا وطلبي ليه الهدايه. والهضره كثيره. سميه شافت عيات هي تقول انا حسابي في راسي. فعلا جا واحد النهار هزها هي والبنيات هز لها السيكان ديالها ورجع للدار، خدات قرار حتى هي نيت غادي تحبس الخدمه ديالها ودير ليه داكشي اللي بغا. ومؤخرا ولا في الفلوس ديالها ولفوا المساريات ولف راه البنيات هي اللي مكلفه بهم حتى من لي كوش ديال الدريه الصغيره والحليب وداكشي اللي كتشريه لها داكشي اي حاجه تخصها راه هي اللي كانت كتشريها مؤخرا. ما كيسيقش ليها هو الخبار، اي حاجه من الكماليات هي اللي كتشريها، حتى داكشي الماكله الشيوات هي اللي كتشريه. ايوا قلت انا غادي نقطع عليه الموضوع ودوك الريالات اللي باقا جمعهم من خدمتي غنسد عليهم وغندير بحال ما عندي حتى الريال ونخليه هو يتكلف بكل شيء. داكشي اللي دارت. رجعوا جلست في الدار قالت غندير عين ما شافت وقلب وجع قلب ما وجع وندير راسي بحال ما عنديش انايا. وقالت انا ونخلي يا قال لك هو راجل وقاد بدارو انا غنخليه يقد بدارو وغادي نخليه الخدمه ونركز معاه نيت هو كيما بغاني نركز معاه ومع ولادو مع الدار داكشي اللي غندير. ايوا خلاتو كيجي كيلقى الدار نقيه، الكوزينه مجموعه،
الطبلة مسربية، البنيات مقادين، ما كاينش علاش يحل فمو وعلاش يهضر. ولكن دا السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه بدا كيتزير الفلوس ديال المازوت ديال ليسانس اللي كيديروا من الطوموبيل، مابقاوش كيشيطوا ليه، لانه كان ولا في ديك الرفاهيه وديك العيشه اللي ولاو عايشينها، والريستورات، مره يخرجوا هنايا، مره يسافروا لهاد المدينه. داكشي اللي ولفوا ما بقاش لقاه. سمية اللي كانت بدات كتحاول انها ما تبقاش مركزه معاه، داك الحظيه اللي كانت حاضياه، وكتبقى تشوف مع ملي كيهضر، ولا شنو كيلبس، ولا شحال من مره رش ديك الرشه د الريحه، اشنو لبس، واش لبس مزيان ولا لا، كما كانت كدير شحال هادي مابقاش كديرو. حاولت تحيدو من بالها نهائيا باش ترتاح، باش تعيش مرتاحه، لان المراه حتى وهي مركزه مع الراجل ديك التفاصيل البساط. ها هو لبس هادي، لا راه رش الريحه 2 مرات، لا راه رشهم 3، لا راه لبس ديك القميجه كيلبسها غير في النهار الكبير، لا راه سير الصباط ديالو مزيان تا ولا كيلمع دا خرج. هادشي كله راه كيمرض. ملي كتبقاي حاضيه كيمرض. ملي كيرجع ثاني بدا يتقلب ليه في حوايج، ياك ما فيه شي شعره شعبه هنا، ياك ما فيه شي طابع ديال العكر هنا، ياك ما فيه شي ريحه ديال المراه هنا. هادشي كله كيمرض المراه. حاولت تخوي راسها من هادشي، دخلت سوق راسها، كيجي كيلقى شاده التليكوموند بنيه حداه وجالسه. بدا كيتزير ديال المعقول، تا ولا مره كيلمح بها. مرضاش يقول لي فلانه رجعي لديك الخدمه ديالك، راح تزيرنا، راه حنا كنا بخير، راه المهم تزير في الفلوس. بقى شحال هكا كاين، حتى كيقول لها واحد النهار خرج هكاك، ما عرف كيفاش شال حالها. سميه، واش ما غترجعيش للخدمه ديالك؟ بقات كتشوف فيه، هي تسولو، هي تقول لي انا خدمه داك الطياب وديك الشيوات وداك الشيء، تشهينات الشيوات ديالك كنا ولفناهم. وهي تبدا كضحك، وهي تقول لي كنتي قلتي لي ماكش بقيت ضيع فيكم في الدار والدراري وليت ضيع في الخدمه. ويقول لا مع المشاكل والصداعات وداك الشيء، انا ما قصدتش داك الشيء، صافي الله ينعل الشيطان، غادي كهضره خرجت ساعه الغضب قالت لي هي واخا ما كاين مشكل، حتى دابا نرجعوا لها ونحاول نوفق ما بين هادي وهادي. قال لها هي خيار. داكشي اللي كانت باغا، راه كانت كتسنى ديك الوقيته. ولكن سميه خدات قرار انها بغات تجرو حتى هو يقول ليها رجعي لديك الخدمه، ولكن في نفس الوقت ما يشوفش منها السنتيم الاحمر. وداكشي اللي دارت، رجعات ثاني للكليون ديالها اللي كانوا كيسولوا فيها، وكتوعدهم راه غادي ترجع، وبدات ثاني في الخدمه ديالها غادا بشويه، ولكن في نفس الوقت مزير على يديها. اللي صورتها كتحطها في لابونك، اللي صورتها كتجمع مثلا داك الفلوس اللي كتشدهم داك الاسبوع كديهم كتغبرهم. والو السيد تحاك ديال المعقول، ما بقى لي غير يجي يطلبها، يقول لها اري لي عطيني مد ليا في يدي. ورجعات سميه كتحاول تهلا في راسها، تهلا في وليداتها، ما بقاتش كتعقل عليه. ديك الثقه اللي كانت كتثق فيه، وكاع داك المعزه اللي كانت عندها ليه كلها مشات. ما قدرش انها تسمح ليه على داكشي اللي دارو، ما قدرش انها تنسى داكشي اللي دارو. كتقول مع راسها دارها مره راه يديرها 1000. وعاد ماشي داك الانسان اللي مثلا غيجي وما اعتذرش، ما قالش سمحي لي على داكشي اللي دارو، ما يقولش مثلا اجي سميه سمحي لي راه الشيطان وراه غلط وما نعاوداش. والو دار راسو بحال هي اللي غلطه، وخلاها كتبان هي اللي غلطه قدام عائلته وداك الشيء، ولي ما نساتوش ليه. بقات عايشه جامعه فليساتها، ماليه في راسها، ماليه في البنيات، وما كتبينش ليه نهائيا. وخدات قرار مع راسها انها عمرها ما تعاود تثق فيه، وعمرها ما تبقى تعاونو بفلوسها، لان كيف ما قال الكلمه خرجها من فمو بحال عاقبته بديك الكلمه اللي قالها ديال راه في خدمتها ما كديهاش فينا، وانا راه راجل قاد بالمسؤوليه ديالي وقاد بها وقاد ببناتي، شكون اللي قال لها خدمي. بغات تخليه يدير بديك الكلمه، وفعلا قدرت انها توفي بداك الوعد ديالها لنفسها. ما كتعتقوش نهائيا. فلوسها كتخزنهم، مره كتشري لها شي حويجه ديال الذهب، مهليه في راسها ومخليه كيموت وكيتفقس. ولا باغي يرجع هذيك سميه القديمه اللي كانت كتقلب عليه، هي ملي كيدخل مع الباب كيلقاها واقفه كتستقبله فرحانه، ملي كيكون غادي كتخرج معاه كطلع عليه من الشرجاب. سميه اللي كتشوفو شنو لبس شنو ما لبسش والو، ولات كتعامل معاه برود. وراه كيقولوا كما تدين تدان.
وبعد المرات المرأة ملي كتعود على داك البرود وداك الجفاء صافي راه حتى هي كتسعد به. راه ميمكنش شي انسان كيبقى يتعامل معاك بداك البرود وديك القسوحيه وانت غتبقى ديما كتحن فيه كتعامل معاه مزيان وغتبقى ديما هكاك. ما يمكنش، راه كتجي واحد الوقيته الانسان كيتحد. الطاقه ديال الانسان على الصبر وعلى العطاء كتسالى. داك العطاء بزاف راه كيقتل الانسان، كينشفو من الداخل. وكتقول سمية هادشي اللي وقع ليا بقيتش كنقدر اني نحن فيه، كنحس براسي عايشه مع انسان غريب عليا وعايشه معاه عاقله على قبل دوك العنيات وعلى قبل باش نعاقبه ونوريه اشنو كتسوى المراه. وكانت هذه القصه ديال سميه. يقدر بزاف منكم يبان لكم بلا التغيير ديالها التفكير ديالها غلط، اولا القرار اللي خداتو اولا النتيجه اللي خرجت بها غلطه، ولكن راه حتى واحد ما كيحس بالانسان الا اللي عاش مشكله اللي بحاله. حتى واحد ما كيقدر يحكم من البعد. الحكم من البعد راه ماشي هو الحكم وانت وسط ديك المشكل وسط ديك الكوارث، وسط ديك الخيانه، وسط ديك الجفاء، وسط داك اللوم من الناس، وسط انسان اللي كتعطيه كلشي هو كيحط اللوم عليك وكيحاول يبينك في صوره خايبه قدام عائلتك. انا بالنسبه ليا سميه عبرات عليه وعطاتو خو جوابو ووراتو ان الخيانه راه ما كتغفرش. مهما كانت الخيانه عمرها ما كتغفر وعمر ما كيكون لها سبب، خصوصا ملي كتكون المراه مكافحه وكتعطي كل ما عندها وما كيكونش فيها شي عيب وما كيكونش فيها شي نقص. كيكون الراجل راه العيب فيه هو، وداك العيب وداك الغلط كيخصو يتجازى عليه وكيخصو تعاقب عليه. ولو كان غير يعتذر منها ولا بين لا بلا كيحاول انه يتبدل ولا طلب منها السماحه ممكن انها تغفر ليه. هذا في النظر ديالي انا. شنو رايكم نتوما؟ كتبوا لي الراي ديالكم في التعليق، واكيد سميه غتقرا حتى هي التعليق ديالكم. شكرا لكم جميعا، ونتلاقاو ان شاء الله قريب مع قصه اخرى. ما تنساوش لايك واكيد التعليق ديالكم اللي غنقراوها كلنا. السلام عليكم.